سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بصحة جيدة. اليوم راح نشارك معكم طريقتي في تحضير مرق الدجاج ولا الفوند فولاي. بما انه رمضان على الابواب نقدر نخدموه ونديروه في الكونجيلاتور، وكي نحبوا نستعملوه نخرجوه. ونبدأ على بركة الله بالطريقة. نحتاج فيها عظم تاع الدجاج. أنا هنا استعملت عظم تاع 8 دجاجات. عندنا 300 غرام زرودية، 300 غرام بصل، 3 حبات كبار طوماطيش مع مغرف طوماطيش تاع الباطا. عندي ثاني 4 حتى 5 سنات ثوم رند وزعترة، بلا ما نساو الزيت والزبدة باش نقليو، والخل بالزاميك اختياري. انا هنا راح نخدم كونتيتي شويه كبيره، فجبت كوكوطه حجم كبير ندير فيها الزبده والزيت، ونحط لي كركاس تاع الدجاج اللي نكون بيان سور نقيتهم مليح وغسلتهم بالماء والخل والملح. نحطهم على نار نقليهم حتى تقريبا يبداو يلصقوا، باش نزيد لهم البصل والثوم. هنا بيان سور ما ندير لا ملح لا اي توابل، باش ما يتخلطلناش شحال نديرو كي نكونوا نطيبو. ومن بعد نزيد باقي المكونات اللي عندي، رند زعتر وزرودية وطوماطيش. وكيما على بالكم في الطياب التحماس هو الصح، باسكو يخرج لنا لي زيكستري تاع كامل المكونات اللي حطيناهم. كيما شفتوا زدت الطوماطيش تاع الباطا والخل بالزاميك، درت قيس مغرف كبيره. بالنسبه لوين يتباع راح تلقاوه متوفر في لي سوبيرات. هذه الطريقة الصح راح تاخذ لنا شوية وقت، بصح القول اللي تزيدوا في لي بلا اللي نطيبوهم به بزاف هايل. سما لازم بروفيتيو كل ما يكون عندنا لي كركاس تاع الدجاج نخدمو بهم الفوند فولاي ونخبوه في الفريغو. وكما شفتوا مرقت بالماء مغلي ونغطيه نخليه من الافضل من 6 حتى 8 ساعات على نار قليلة. سينو الا كنت مزروبة نخليه ساعة ولا ساعتين ونستعمله. وهذه هي طريقة تاع مرق الدجاج بزاف سهلة. ان شاء الله راح نستعملوا فيه بزاف وصفات في الفيديوهات القادمة. ان شاء الله نتلاقاو بحول الله في فيديو جديد. سلام.